وايدين منكم فانزاتي حبايبي طرشوا لي مقاطع لوحدة متكلمة عني بالسوء طبعا. هالوحدة الله يسلمكم ويهديها. أول مرة شفتها هللت فيني ورحبت وانتي جميلة وانتي تابعك وانتي حلوة وغيره من هالكلام، وخذت سنابي. بعد ما ضافتني تكلمت عني وانتو كلكم تعرفون وسمعتوا هي شو قالت. المهم طبعا صدق فانزاتي هم اللي يعني متضايقين وياس يقولوا لي علي ردي عليها، ولا انا ولا دريت الصراحة في الموضوع. لما دشيت على انستغرام وشفت الكلام اللي هي قالت لنا لان ناشرينه، قريت التعليقات حسيت انها كفت ووفت. يعني فديتكم والله، تعليقاتكم المفروض خليها تعتزل اعتقد. المهم ما بطول عليكم، هاي قصة ما قبل النوم. يعني انتي حرمة كبر امي، فما بقول شيء عنك غلط ولا بستخدم الالفاظ اللي استخدمتيها امثال تخسين وتعقبين وغيرها. الله يهديك. بس انا تعرفوني الحمد لله من بديت مشواري من 10 سنين، انا مو بنت البارحة. من بديت المشوار لا غلطت في حد ولا رمست عن حد. زين يعني انا ما دخلت الاعلام عشان ابي فلوس، الحمد لله شبعانة وشايفة خير، بنت ناس انا، فهمتي؟ واحد اثنين، انا درست الاعلام، ما ادري اذا انتي درستي، بس المفروض اذا دخلتي ابتدائية المفروض تعرفين شو العراق الغالية، مو بهجا عراق الحضارة، عراق بلاد الرافدين، تعرفينه ولا لا؟ فأنتي عاد تحرشتي بالوحدة الغلط، لأني أنا من بديت وأنا أعترف وأفتخر بأن أصلي عراقي. أحد يعرف أنا شمرية من العراق. لحظة احنا في الدرب، أتحمل شوي. المهم شو العنصرية؟ الإمارات بلادي، أنا ربيت فيها، أحب الإمارات، أحب ريحة الإمارات، أحب أهل الإمارات. أهل الإمارات معروفة عنهم الطيبة، أنتي ما تمثلينهم لأنهم ما يميزون، ما عندهم عنصرية. البلاد الطيبة بعمري ما سمعت حد قال أنتي من العراق، هذا من الهند، هذا من مدري وين. في جنسيات وايدة لها طيبين ما جد سمعنا منهم شيء. ربيت على أرضها، وأنتي الكل يعرف، الكل يقول إنك من هناك. إذا أنتي مش معترفة ليش طايحة فينا الإعلاميات؟ شو غاثينك كل يوم جايبة طاري وحدة؟ أمسات ترمسين عن هاي عمانية وهاي أردنية، واليوم يا دوري إني عراقية وبفضحك. فضحي زين الصراحة، فضيحة يعني مميزة، راح تشتهرين من وراها. إذا رمستي عنه راح تنعرفين لأنك ظاهر مسيرتك كانت فاشلة. المهم جدا عيب إنك تتلفظين بهالألفاظ وتتكلمين عن العراق وتطنزين عليني مسافرة ولا ما أدري شو. مضايقت إنك إني في أمريكا، قصي تذكر اللي هي أمريكا، سيري أمريكا، ولا أقول لك سيري الحج أحسن، يمكن الله يهديك. الحلال عيالك كل واحد شنبه ما شاء الله. شو تقولين لهم يوم يشوفون صورك مني مفتوح مني قصير طايحة فينا نحن المحتشمات؟ كل التسجيل عشانكم لأنكم قلتوا لي ردوا عليها وتستاهل هالرد. وإذا تحرشت زيادة بيها رد أكبر وأكبر، وفي قضاء ترى لا تنسين، وفي قانون بحط لك إياه الحين، قانون ينص على قانون التميز العنصري. بحط لك صورة الحين، اقري عدل وخافي ربك وشلي الإعلاميات من بالك، ليش متضايقة منهم؟ سلامتكم. سلام. أحب أضيف شيء لأنها وايد يعني كانت متضايقة إن أنا على أساس أرمس هالبلاد. وأنا في تلفزيون دبي من 2006 قدمت برامج بالأعياد الوطنية، بأمور كثيرة. أنا مثلت الإمارات. أولا أهلي ربوني وأصلي يردني إن أنا ألبس حشيم، وحشمة هالبلاد هالإمارات علمتني كثير. طريقة لبسي، كلامي، دامني أنا أمثل هالبلاد
هشيمة الحمد لله. ما بتحصلي لي صورة لابسة مفسخ، ولا بروح مهرجان البس قصير الحمد لله. يمكن أنا لبست عباء أكثر عنك. أنا كإعلامية الحمد لله عندي رسالة، وقدمت برنامج صباح الخير يا بلادي سنين، كلها أمور تخص البلاد. يعني نحن حتى كنا نسافر باسم دولة الإمارات، نصور ورحنا للجالي أو غيره. فما شفنا يعني حد إماراتي مرة ميز ولا قال أنت مني، أنت دائما يرحبون ومعروف عنهم هالشيء. فأنت ما يحق لك، لأن عيب إن أنت يمكن توصلين صورة مش حلوة، فلا تطرين اسم الإمارات وأنت قاعد تتكلمين باسمهم. المهم رديت بس لأن ما أحب حد يجيب طار العراق بالسوء ولا طار الإمارات. أكيد مثل ما قلت دمي عراقي وروحي إماراتية، وبتم أتكلم بهاللهجة